السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى، عاملين ايه؟ طبعا احنا في وقت ضغط جدا، وقت مراجعات، وقت عملي، وقت حاجات كتيرة قوي، فطبعا احنا مضغوطين. فأنا جيت أسهل عليك الدنيا وراجع لك مراجعة العملي، علشان إن شاء الله بعد المراجعة دي هتحل الامتحان صح، تمام؟ وهتعرف كمان تعمل التجربة بإيديك. يلا بينا نبدأ، سمي الله ويلا بينا نبدأ. بيقول لك أول حاجة، طبعا ولا كأنك شايف الحل دوت، احنا هنحل مع بعض وأفهمك ازاي. قال لك اول حاجه اذكر اسم الجهاز الذي امامك، يبقى اول طلب عايزك تقول له اسم الجهاز اللي قدامك. طيب الجهاز ده كان جهاز ايه؟ ابص كده هنا، ده فيه ارقام، يعني بيقيس بشكل مباشر وبدقه. طب انا قلت لك ايه اللي بيقيس بشكل مباشر وبدقه؟ جهاز البي اتش ميتر، بي اتش ميتر. طيب لما يجيب لك الجهاز ده ويسالك ده ايه؟ ده جهاز البي اتش ميتر، في مشكله؟ لا. طيب لو جه قال لك في اي سؤال في اكمل مش عملي، او لو جابها لك في العملي وقال لك امال ايه اللي بيقيس بشكل تقريبي؟ هقول له دليل اليونيفرسال، دليل اليونيفرسال بيقيس بشكل تقريبي، لكن البي اتش ميتر بيقيس بدقه. تمام؟ ليه؟ لانه بيطلع الرقم، بناء على الرقم انا بعرف ده حمض ولا قلوي. خلاص، يبقى اول حاجه جهاز البي اتش ميتر. طيب فيما يستخدم هذا الجهاز، بيستخدم في ايه؟ بيقيس الرقم الهيدروجيني، بيقيس الرقم الهيدروجيني مباشرة وبدقة، بيقيس الرقم الهيدروجيني مباشرة وبدقة. يعني ايه الرقم الهيدروجيني؟ احنا اتفقنا ان انا عندي 14 رقم، صح؟ طيب قلت لك لو جالك على الجهاز البي اتش ميتر 7، معنى كده ان المادة اللي انا بحاول اقيسها دي معناه ان كده ان هي متعادلة. زي ايه؟ زي الماء المقطر، الماء المقطر متعادل، عشان كده البي اتش بتاعته 7، صح؟ طيب قلت لك اكبر من السبعة بالاتجاه لل14، كده ده قلوي. طب اقل من السبعة بالاتجاه للصفر، ده حمضي، صح؟ احنا متفقين. طيب قلت لك ان عندي اقوى حاجة الحمض، حمض الهيدروكلوريك اللي هو الحمض بتاع المعدة، صح؟ ده البي اتش بتاعه 1، اتفقنا؟ طيب اما القلويات، اكبر حاجة في القلويات كان ايه؟ كان هيدروكسيد الصوديوم، تمام؟ طيب بيقول لك، خلصنا تاني سؤال. في ضوء دراستك اي الكأسين يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم وايهما يحتوي على حمض الهيدروكلوريك؟ كلام جميل. بص اول واحد في ايه؟ 1. طب 1 ده اكبر من السبعة ولا اقل من السبعة؟ لا اقل من السبعة، معنى كده ان ده حمض ولا قلوي؟ حمض، يبقى 1 دوت يمثل حمض الهيدروكلوريك. خلاص. طيب 2 في 13، 13 ده يعني ايه؟ يعني اكبر من السبعة. طالما اكبر من السبعة ده قلوي ولا حمض؟ قلوي، صح؟ طيب يبقى ده ايه؟ هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم. يبقى انا كده حليت له اهو. قال لك جهاز البي اتش ميتر قياس الرقم الهيدروجيني مباشرة وبدقة، حمض الهيدروكلوريك، هيدروكسيد الصوديوم. تعالى لتاني سؤال. هيجيب لك انبوبتين ويقول لك الانبوبتين دول احدهما تحتوي على غاز الكلور والاخرى تحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون. يعني جاب لك انبوبه فيها كلور والتانيه ثاني اكسيد الكربون. كلام جميل، كلام جميل. ده كده عايز يختبرني ويشوف انا مصحصح ولا لا، ان مين فيهم اللي هيزيل لون ورقه عباد الشمس، ومين فيهم اللي هتفضل زي ما هي، الاحمر احمر والازرق ازرق مش هيتغير. ده الميس قالت لي ان ثاني اكسيد الكربون ده حامضي، ده غاز حامضي. يعني هيعمل ايه في ورقه دوار الشمس الزرقاء؟ هيحمرها. هيعمل ايه؟ هيحمرها. طب غاز الكلور، الميس قالت لي ان الغاز الوحيد اللي بيزيل لون ورقه دوار الشمس الزرقاء والحمراء هو غاز الكلور. يبقى انا هقول له بكل بساطه ان غاز الكلور هيزيل لون ورقه دوار الشمس. طب ثاني اكسيد الكربون هيحمر ورقه دوار الشمس الزرقاء. خلاص. طيب اهو قال لك يزيل غاز الكلور لون شريطي دوار الشمس، لكن هيتغير لون شريط دوار الشمس الازرق الى اللون الاحمر في ثاني اكسيد الكربون. طيب السؤال الثالث ده لذيذ قوي. هيجيب لك شويه صور وهيبقى عايز منك انك تقول له ايه نوع العلاقه الغذائيه ما بين الصور دي. طيب تعالى كده الاول واحده، طبعا انت مش شايفها بس ده اسد بياكل فريسه. طب دي علاقه اسمها ايه؟ اسمها افتراس. طالما قلت عندي مفترس وفريسه يبقى دي علاقه افتراس. خلاص. طيب تاني واحده انت مش شايفها برضو، ماشي؟ ده دجاج ملموم على طبق اكل. يعني بيعملوا ايه؟ بيتنافسوا على مورد غذائي قليل، يبقى دي علاقه تنافس. خلاص. طيب تالت واحده، بص بكتيريا العقد الجذريه
دي بينهم علاقة ايه؟ تبادل المنفعة، الاتنين بيتبادلوا المنفعة من غير ما حد فيهم يتضرر، هما الاتنين بيستفادوا. طيب رابع حاجة ده طائر الزقزاق وتمساح. اتفقنا ان دي علاقة المعايشة. طيب قلنا طائر الزقزاق ده متعايش ولا مضيف؟ لا، طائر الزقزاق متعايش. اتفقنا ان الشخص المستفيد في العلاقة اسمه متعايش اللي هو طائر الزقزاق. طيب والتمساح ده مضيف عشان ولا بيقع عليه ضرر ولا استفادة، هو قاعد مش فارق معاه. طائر الزقزاق بقى ياكل بقايا الاكل من على اسنانه، ضاربها جزمة مش فارق معاه. طيب كده حليناه بكل بساطة. بعد كده بيقول لك عايز اسم الجهاز. ده جهاز ايه؟ ده جهاز ايه؟ قلت لك ده الجهاز اللي بيعمل ايه؟ بيحلي مياه البحر، يعني اسمه جهاز تحلية مياه البحار. خلاص قلنا بنلجأ له امتى؟ لما نكون عاوزين ميه عذبه. هنجيب منين ميه عذبه؟ لما الميه العذبه بتقل انا اعمل ايه؟ اجيب جهاز تحلية المياه، مياه ايه؟ البحار، واعمل لمياه البحار تحلية. يعني ايه تحلية؟ يعني اخلي الميه تتبخر، وبعد ما تتبخر فهتتكثف، وبعد ما هتتكثف هتنزل الميه تمام العذبه، والملح هيفضل مترسب. خلاص. طيب قال لك اكتب البيانات على الرسمه. هو عايز البيانات. احنا اتفقنا اول حاجه ده ايه؟ النقط اللي بتكون موجوده هنا دي نقط ايه؟ تكثف. طيب تعالى هنا الاتنين ده بيحصل ايه للميه؟ ميه البحر بيحصل لها تبخر، بيحصل لها ايه؟ تبخر. طيب نيجي لتلاتة ده ايه؟ قلنا لوح زجاجي. يبقى فكرة عملها أصلا، فكرة عمل جهاز تحلية البحار تحلية مياه البحار، فكرته إن يحصل تبخر، فالمية هتتكثف المية العذبة وهتنزل. لما المية العذبة هتنزل والمية المالحة هتتبخر هيبقى قل الملح، وأنا كده خدت كده المياه العذبة هنا في المكان ده. تمام؟ طيب بعد كده اذكر الفكرة التي يعتمد عليها الجهاز. قال لك بيعتمد على حاجتين، التبخر والتكثف. بيعتمد على عمليتي التبخر والتكثف. بيحصل تبخر للميه فبتتكثف فبتنزل والباقي بيترسب. طيب عندنا بقى تالت شكل بيقول لي يعني الشكل ده بيمثل ايه؟ طب من الشكل كده اول حاجه اقولها له ده ايه؟ ده كروموسوم. طيب عايز تبقى دقيق هتقول له ده التركيب العام للكروموسوم. طيب مش عايز تبقى دقيق وكتبت له كروموسوم 100% هنديها لك صح عادي. خلاص. طيب انا عرفت منين ان هو التركيب العام للكروموسوم؟ ما هي واضحه اهي، هو مديني عامل لي هنا رقم وهنا رقم، يعني بيسالك الخيطين دول اسمهم ايه؟ ما احنا متفقين ان التركيب العام للكروموسوم، الكروموسوم بيتركب من خيطين اسمهم ايه الخيطين؟ كروماتيد. اسمهم ايه؟ كروماتيد. طيب بيتصلان عند نقطه، النقطه دي اسمها ايه؟ سنترومير. فهو محدد لك النقطه ومحدد لك الخيطين، فطبيعي ان ده التركيب العام للكروموسوم. تمام. طيب ده ايه بقى رقم واحد اللي هو عامل لك عليه ده النواه. دي ايه؟ النواه. خلاص. بيقول لك اكتب البيانات على الرسمه. خلاص قلنا ان الثلاثه دي خيطين كروماتيد، واثنين ده السنترومير، وواحد دي النواه. بعد كده بيقول لك اذكر التركيب الكيميائي للشكل. ايه التركيب الكيميائي للشكل؟ يعني جوه الكروموسوم في ايه؟ في دي ان ايه، وايه كمان؟ بروتينات. طب البروتينات اسمها ايه؟ هيستونات. يبقى تاني نلخص التركيب العام للكروموسوم. الكروموسوم في التركيب العام بيتركب من خيطين، الخيطين اسمهم ايه؟ كروماتيد، يتصلان عند نقطه اسمها السنترومير. اتفقنا؟ طيب بعد كده هو بيسالك ايه التركيب الكيميائي في الشكل؟ التركيب الكيميائي اللي جوه الشكل. احنا متفقين ان جوه الكروموسوم في الحمض النووي الدي ان ايه. طيب الحمض النووي الدي ان ايه بيلتف حواليه ايه؟ بروتينات. طب البروتينات دي اسمها ايه؟ اسمها هيستونات. بعد كده بيقول لي دي عينة من الحجر الجيري. ماذا يحدث عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك HCl إلى قطعة الحجر الجيري؟ واحنا متفقين ان الحجر الجيري الصيغة بتاعته الجزيئية هي ايه؟ CaCO3 يعني كربونات الكالسيوم. صح. طيب وعايز يعرف ماذا يحدث عند تقريب عود ثقاب مشتعل من الفقاعات الغازية. طيب عندك الإجابة، عايز تحفظها احفظها. طب أنا مش عايزة أحفظها، أنا عايزة أفهمها. تعالى أفهمها لك بالمعادلة. طيب أول حاجة هو هيحط حمض هيدروكلوريك على الحجر الجيري، يعني CaCO3 زائد HCl.
خلاص كلام جميل. طيب هيديني ايه بقى الناتج ده؟ اول حاجه السي اي هتروح مكان الاتش، هيديني سي اي سي ال 2. طب ال2 دي جت منين يا ميس؟ ال2 دي جت منين؟ ال2 دي التكافؤ بتاع الكالسيوم، واحنا قلنا ان احنا بنبدل التكافؤات، يعني الكالسيوم تكافؤه 2 خلاص. طيب والكلور تكافؤه -1، فقلنا بنعمل ايه؟ بنبدل التكافؤات، عشان كده سي اي سي ال 2. اتفقنا؟ طيب هيبقى لي ايه؟ هيبقى لي ميه H2O زائد CO2. لو جينا وزنا هنلاقي دي 2، فانا كده محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه احط هنا 2. خلاص كده المعادله موزونه. يعني الناتج اللي طلع ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى هنا هو بيسالني ماذا يحدث عند اضافه قطرات من حمض الهيدروكلوريك الى قطعه الحجر الجيري؟ هقول له هيحصل فوران، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. في مشكله؟ لا، ده انا وريتك بالمعادله ازاي هيتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. دلوقتي بيقول لك ماذا يحدث عند تقريب عود ثقاب مشتعل من الفقاعات الغازيه؟ لو قربنا عود كبريت مولع من الفقاعات الغازيه اللي طالعه دي، ما احنا قلنا حصل فوران، هلاقي ان العود طفى. ايه ده؟ طفى ازاي؟ هقول لك ما هو غاز ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. خلاص؟ يعني هيطفي الكبريت، ولا هو بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال. يبقى هقول له ايه؟ هينطفئ عود الثقاب. وانت خليك عارف ان ثاني اكسيد الكربون ما بيساعدش على الاشتعال ولا بيشتعل. طيب امال مين اللي بيشتعل وبيساعد على الاشتعال؟ الاكسجين. بيقول لك ادرس الاشكال التاليه لعينات مختلفه من الصخور واجب عما يلي. اول حاجه جايب لك حجر جيري، وجايب لك بازلت، وجايب لك حجر رملي، وجايب لك صخر جرانيت، صح؟ اول سؤال بيقوله لك حدد نوع كل صخر. قول له كل صخر بينتمي لايه. طيب اول حاجه انا عارف ان الحجر الجيري والحجر الرملي دي صخور رسوبيه، يبقى هقول له اهو الحجر الجيري والحجر الرملي صخور رسوبيه. طيب اجي للبازلت. البازلت ده ناري سطحي. طب الجرانيت ده ناري جوفي. يبقى البازلت بيبقى فين؟ على السطح الارض. طب والجرانيت في جوف الارض. يعني ايه جوف الارض؟ يعني تحت، في الارض من تحت. طيب كيف يتحول الصخر واحد الى رخام؟ الصخر واحد اللي هو ايه؟ الحجر الجيري. ازاي الحجر الجيري يتحول الى رخام؟ قال لك بالضغط والحراره مع بعض. لازم يبقى في ضغط وحراره شديده، بس ما نوصلش لدرجه الانصهار. يعني اللي هو لا، مش لدرجه ان احنا نوصل للانصهار، امال ايه؟ ضغط وحراره شديده، ضغط وحراره شديده اهو. قال لك ضغط وحراره شديده دون الوصول لنقطه الانصهار، مش لازم نوصل لنقطه الانصهار. طيب قال لك عايز فرق واحد بين صخر 2 وصخر 4 اللي هو البازلت والجرانيت. ما هما الاثنين صخور ناريه، بس البازلت سطحي والجرانيت جوفي. خلاص؟ طيب انا ينفع اكتب له الفرق دوت؟ ينفع تكتب له الفرق ده. طيب عندك فرق تاني، انك تقول له ان البازلت بلوراته صغيره. البازلت بلوراته صغيره. طب الجرانيت بلوراته كبيره. خلاص؟ يبقى البازلت بلوراته صغيره الحجم، بينما الجرانيت بلوراته كبيره الحجم. وممكن تقول له زي ما قلت لك البازلت ناري سطحي والجرانيت ناري جوفي. ده برضو اختلاف. طيب قال لك اي الصور الاتيه تعبر عن صفه وراثيه وصفه مكتسبه وسلوك غريزي. طيب امسك اول شكل، طول رقبه الزرافه. طول رقبه الزرافه دي صفه ايه؟ دي صفه وراثيه بتتورث من الاباء الى الابناء. خلاص؟ وتورث من جيل الى اخر. يبقى اول حاجه انا شفت الزراف كله رقبه طويل. طب ليه؟ عشان دي صفه وراثيه. يعني ايه وراثيه؟ يعني بتنتقل من الاباء الى الابناء وتورث من جيل الى اخر. خلاص؟ يبقى الشكل رقم 1 دي صفه وراثيه. ماشي. طب الشكل رقم 2 ده العنكبوت بيعمل بيت. هو انت اللي جبت العنكبوت تعلمه؟ لا، امال ايه؟ ده سلوك غريزي عنده، ربنا خلقه بالسلوك الغريزي ده، وخد السلوك دي منين؟ من الاباء. يعني احنا متفقين ان السلوكيات الغريزيه دي مهارات بتنتقل من الاباء الى الابناء. اتفقنا؟ طيب يبقى ان العنكبوت يعمل بيته او يعمل الشبكه بتاعته ده سلوكيات غريزيه، دي غريزه ربنا خلقه بيها. خلاص؟ طيب سلوك غريزي. شكل رقم 3 مامة الولد بتعلمه المشي. هو في انسان بيتولد بيعرف يمشي؟ لا، امال ايه؟ لازم اعلمه. طب عشان اعلمه
حاجه، يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ صفات مكتسبه، انا اكتسبتها من البيئه. انا اكتسبتها منين؟ من البيئه. فمامة الولد اللي ماسكاه دوت دي اسمها صفات مكتسبه، هو اكتسب المشي من مامته عشان هي اللي علمته. خلاص؟ طيب بيقول لك اذكر عدد الكروموسومات في كل من الانسان والنحله ونبات الذره. طيب الكروموسومات في الانسان 46، الكروموسومات في الانسان 46. طيب في النحله 32. طيب في نبات الذره 20. اتفقنا؟ طيب حاسه ان انا بقول طيب كتير، بس معرفش هي بتطلع كده يعني. بيقولك في السؤال التاسع ما الذي يمثله الشكل؟ ايه ده يا ميس، ده انت رجعتيني الاول درس الفلزات واللافلزات والعمود الجاف. ايوه بالظبط كده، ده اسمه ايه؟ ده العمود الجاف، ده العمود الجاف. ما الذي يشير اليه الرقم ايه؟ ايه دوت يعني ايه اللي جوه دوت؟ ده الكربون. شفت لما بتفتح حجر ريموت وبعدين تشيل الحديده اللي فوق وتحت وتشيل الغلاف بتاعه، هتلاقي في عمود اسود. العمود الاسود ده هو ده الكربون. خلاص؟ طيب يبقى رقم ايه دوت؟ ده الكربون. خلاص؟ اللي هو الجرافيتي يعني. اذكر النوع العنصر رقم ايه؟ ده لافلز. ده نوعه ايه؟ لافلز، لكن موصل جيد للكهرباء. احنا قلنا ان اللافلز ده كلها ما بتوصلش ولا حراره ولا كهرباء، صح؟ صح، ما عدا عنصر واحد بس اللي بيوصل. مين هو؟ الجرافيت اللي هو الكربون. خلاص؟ ده موصل جيد للكهرباء. طيب قال لك دي لافلزات، اذكر بعض الخصائص الفيزيائيه له. خصائصه الفيزيائيه ان هو موصل جيد للكهرباء ومالوش بارق معدني. ماشي. طيب تركيب سبيكه البرونز، ايه العنصرين؟ واي واكس. طب تعالى نشوف واي واكس. اللي كتير هنا نفس الشكل ده اكيد نحاس، اكيد يعني. خلاص؟ ليه؟ لان النحاس بيدخل في سبيكه البرونز بنسبه 95%. طب والقصدير بنسبه 5%، فطبيعي جدا اللي في نفس الشكل وهيبقى كتير ده النحاس. طب واللي هلاقيه قليل ده ال 5% بتوع القصدير. يعني معنى كده يا ميس ان اكس ده النحاس. طيب والكور الكبيره دي هم مفيش غير كورتين هم كبار، ده قصدير. اتفقنا؟ طيب اذكر استخدامات هذه السبيكه. احنا اتفقنا سبيكه البرونز بتدخل في ايه؟ في صناعه التماثيل والميداليات والحلي اللي هو الغوايش والحلقان والحاجات دي. لماذا يفضل استخدام السبائك على الفلزات النقيه؟ لان الفلزات النقيه بتكون لينه، ما ينفعش تدخل في صناعات. اتفقنا؟ الفلزات ركز، لانه ممكن يجي يختبرك في اختر او في اكمل او في صح وغلط ويجيب لك في النص كده كلمه نقيه. كلمه نقيه دي هتشقلب الجمله كلها، لان انت اول ما تشوف فلز نقي ده لا يصلح للصناعه، للاستخدامات الصناعيه. ما ينفعش اعمل منه آلة مثلا، ما ينفعش، هو لين اصلا. تمام؟ طيب هقول لانها اكثر صلابه وغير قابله للصدأ. احنا متفقين ان السبائك دايما بتكون اكثر صلابه وغير قابله للصدأ. يعني هو لو سالك على سبيكه البرونز بالتحديد ليه استخدمت سبيكه البرونز بدل من النحاس، هقول لانها اكثر صلابه من النحاس وغير قابله للصدأ، مش بتصدي. طيب بعد كده بيقول لك ايه اهميه مكعبات التلج في النشاط دوت؟ ليه التلج بيتحط فوق بالشكل ده؟ انا قلت لك ان التلج بيتحط هنا علشان يقلل درجه الحراره. عشان يقلل ايه؟ درجه الحراره. طيب ماذا تلاحظ على السطح الداخلي للسلوفان؟ هيبقى عليه قطرات من الماء. هتكون عليه قطرات منين؟ من الماء. طيب ماذا تلاحظ بالنسبه لكميه الماء بالكوب بمرور الوقت؟ ميه مش هتتغير. ليه؟ لان انا قفلت الدوره، وانا قلت لك ان دوره المياه دي دوره مستمره ما بتتغيرش. ميه مش هتقل. ليه الميه مش هتقل؟ لان الميه اللي هتطلع على السلوفان هتقوم عامله قطرات، هتنزل تاني في الكوبايه وتطلع تاني، هكذا هتفضل الدوريه مستمره، مفيش حاجه هتفقد. طب عارف امتى تفقد؟ لما يكون الكوبايه مش متغطيه، وقتها الميه هتطلع في هيئه بخار ماء، يبقى الميه هتقل. خلاص؟ يبقى قال لك مكعبات التلج موجوده عشان تخفض درجه حراره. طيب قال لك ايه اللي هيحصل على السلوفان؟ هتتكون قطرات من الماء. طيب ايه اللي هيحصل؟ كميه الماء داخل الكوب ثابته لا تتغير. مش هتتغير، انا قلت لك دوره المياه دي عمليه مغلقه. بعد كده بيقول لك وضح كيفيه انتاج البطيخ كما بالشكل. ازاي اقدر اعمل بطيخ مربع؟ في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بين الطفره ما بين التقنيه الزراعيه. الطفره يا شباب عندي نوعين من الطفرات، يا اما تلقائيه دي جايه من عند ربنا دون تدخل الانسان، وطفرات مستحدثه الانسان اللي بيعملها لهدف ما.
هدف مثلا ان هو يعمل نباتات من غير بذور عادي. مش انت قبل كده كلت حاجات المفروض يبقى فيها بذر من غير بذر؟ زي في برتقال معدل جينيا ما بيكونش فيه بذر، يستفندي قصدي، ما بيكونش فيه بذر. خلاص، طب هو ده كده جاي كده؟ لا، ده الانسان هو اللي بيعمله، دي اسمها طفره مستحدثه. اتفقنا؟ طيب البطيخ المربع دي طفره؟ لا، ولا تلقائيه ولا مستحدثه. امال دي ايه يا مس؟ اقول له دي تقنيه زراعيه. هو عايز البطيخ مربع فقام حاطط البطيخ قبل ما يطلع في قالب مربع. طب لما هيطلع هيبدا ياخد شكل القالب. خلاص، يبقى يتم وضع ثمار البطيخ في قوالب بهذا الشكل اثناء نمو النبات فتاخذ الثمار شكل القالب. يعني انا لو حطيت له شكل قلب هيطلع على شكل قلب، هو محطوط جوه القالب. فاهمين؟ زي التلج مثلا. دلوقتي انا حاطه الميه جوه قوالب مربعه هتطلع لي مربع، حطها جوه قوالب قلب هيطلع لي قلب. خلاص. طيب بيقول لك هل الشكل يعبر عن طفره؟ لا. الميس قالت لي لا، دي ولا طفره تلقائيه ولا مستحدثه. امال دي طفره ايه؟ امال دي قصدي ايه؟ دي تقنيه زراعيه. علشان الطفره بعمل حاجه جديده، يعني انا عملت يستفندي من غير بذر. خلاص، هو في الاساس ببذر، انا عملته من غير بذر. يعني لو عمل لك بطيخ من غير بذر دي طفره، لكن انه يطلعه لك في شكل مربع، شكل مثلث، ده مش طفره. طيب خليك عارف ان ده مش طفره، لكن تقنيه زراعيه. تقنيه زراعيه. طيب بيقول لك الشكل الذي امامك يمثل تجربه اسقاط كره من ارتفاع 100 سنتيمتر. كلام جميل. ثم اعاده اسقاطها من ارتفاع 75 سنتيمتر. ماذا تلاحظ في كلتا الحالتين عند اسقاط الكره بالنسبه لعمق الحفره التي تكونها الكره؟ احنا اتفقنا العمق بيزيد كل ما بزود الارتفاع. كلام جميل. اشوف مين هنا ارتفاعه اكبر. الارتفاع الاكبر 100 سنتيمتر، صح؟ يعني معنى كده ان عمق الحفره اللي هيعملها الكره اللي اترمت من ارتفاع 100 سنتيمتر هيكون اكبر من عمق الكره اللي هتتحدث من 75 متر. كل ما الارتفاع بيزيد كل ما العمق بيزيد. خلاص. طيب بعد كده بيسالك على المتغير المستقل في هذه التجربه والمتغير التابع. طيب المتغير المستقل، انا قلت لك المتغير المستقل دايما ده السبب. طيب هنا ايه هو المتغير المستقل؟ الشاطر اللي هيقول لي المتغير المستقل الارتفاع، عشان ده الحاجه الوحيده اللي انا غيرتها. انا قلت لك متغير مستقل يعني الحاجه اللي انا بغيرها بايدي عشان اشوف نتيجه التجربه، صح؟ طب ايه اللي انا غيرته بايدي؟ الارتفاع. مره رميتها على ارتفاع 100 ومره رميتها على ارتفاع 75، فانا غيرت بايدي الارتفاع عشان اشوف النتيجه بتاعت التجربه دي هتكون ايه. اتفقنا؟ يبقى المتغير المستقل الارتفاع. طيب المتغير التابع هو النتيجه للمتغير المستقل. قلت لك المتغير التابع ده نتيجه المتغير المستقل. طيب ايه النتيجه اللي حصلت لما رفعت ايدي اكتر على 100 سنتيمتر؟ لقيت عمق الحفره زاد، صح؟ يبقى المتغير التابع عمق الحفره. كل ما هزود الارتفاع كل ما عمق الحفره هيزيد، يبقى المتغير التابع اللي هو النتيجه عمق الحفره. طب امال ايه هو المتغير الضابط؟ المتغير الضابط دي الحاجه الثابته اللي ما بغيرهاش. عندي حاجتين ثابتين، الشاطر اللي هيقول لي ايه هما الحاجتين الثابتين؟ ان وزن الكره واحد. امال هو غير في ايه؟ في الارتفاع. طيب يبقى اول حاجه وزن الكره، تاني حاجه كميه الرمله ثابته ما اتغيرتش. يبقى المتغير الضابط ده الثابت اللي انا ما بغيرهوش عشان اشوف النتيجه. يبقى هو ايه؟ وزن الكره وكميه الرمل. اهو قال لك اول حاجه اللي هلاحظه ان الحفره هتزيد في الارتفاع 100 سنتيمتر، هيزيد عمق الحفره. طيب المتغير المستقل ارتفاع الكره. طيب قلنا المتغير التابع اللي هو النتيجه زي ما احنا قلنا عمق الحفره. المتغير الضابط وزن الكره وكميه الرمله. طيب بيقول لك الشكل بيمثل احتراق شريط مغنيسيوم في وجود اكسجين. يعني معنى كده هيتكون لي MgO. ايه هو الMgO ده؟ اكسيد المغنيسيوم. تاني، لما شريط مغنيسيوم يحترق في وجود اكسجين هيديني اكسيد ايه؟ اكسيد المغنيسيوم. خلاص. طيب بص، وانا بنحل واحده واحده، يعني قبل ما ننزل على المطلوب احنا بنشوف الاول، نفصص الكلام بالقلم الرصاص بتاعنا الجميل وبعد كده نشوف ايه المطلوب ونحله له. طيب قال لك الشكل 2 بيمثل احتراق الكبريت في وجود الاكسجين.
الكبريت في وجود الاكسجين يعني برضو هيديني اكسيد الكبريت، اكسيد الكبريت. طيب بيقول لي الشكل 2 بيمثل احتراق الكبريت في وجود الاكسجين. بيمثل احتراق الكبريت في وجود الاكسجين، يعني معنى كده برضو هيديني اكسيد كبريت، اكسيد كبريت. خلاص. طيب سادس اكسيد الكبريت. قال لك عايز ناتج الاحتراق في كلتا الانبوبتين مع كتابه الصيغه الجزيئيه لكل ناتج عند اضافه الماء. لما احط لهم ميه هما الاثنين ايه اللي هيحصل؟ هقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص يا حبيبي، اول حاجه لما احط الام جي، تمام، ام جي او، لما احط للام جي او اتش 2 او هيديني ايه؟ هيديني ام جي او اتش، هيديني ايه؟ ام جي او اتش. تمام. طيب الاثنين دي جت منين؟ الاثنين دي جت من تكافؤ المغنيسيوم، المغنيسيوم تكافؤ ايه؟ ثنائي، يبقى احط على القوس 2. طيب عايز ناتج احتراق، ناتج قصدي ثالث اكسيد الكبريت في الميه، هيديني ايه يا شباب؟ هيديني H2SO4، هيديني H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. خلاص. بعد كده بيقول لك ما تاثير المحاليل الناتجه على دليل دوار الشمس. دول ايه تاثيرهم على دليل دوار الشمس؟ قلنا ده قلوي عشان في مجموعه الهيدروكسيد OH، طالما قلوي بيعمل ايه؟ بيزرق ورقه دوار الشمس الحمراء. طيب ده حمضي، حمض الكبريتيك حمضي، هيعمل ايه؟ هيحمر ورقه دوار الشمس الزرقاء. اهو الكلام. بعد كده بيقول لك امامك 3 عينات لاملاح مختلفه، اي الاملاح التاليه يمثل كلوريد الفضه، وايها يمثل كلوريد النيكل، وايهما يمثل كبريتات النحاس، ثم حدد نوعها من حيث قابليه الذوبان في الماء والصيغه الجزيئيه لكل ملح. طيب اول حاجه قال لك عينه رقم 1 لونها اخضر. طيب طالما لونها اخضر قلت لك مين اللي لونه اخضر؟ كلوريد النيكل، كلوريد النيكل. طب الصيغه بتاع كلوريد النيكل NiCl2، NiCl2. طيب عينه لونها ازرق، دي كبريتات النحاس، كبريتات النحاس انا قلت لك ان لونها ازرق، كبريتات النحاس يعني CuSO4. خلاص. طب اللي لونها ابيض اتفقنا مين هي؟ كلوريد الفضه AgCl. طيب انا قلت لك ان ده وده بيدوبوا في الميه، الاثنين دول بيدوبوا في الميه، كلوريد النيكل وكبريتات النحاس الاثنين دول بيدوبوا في الميه. طيب AgCl قلت لك بيدوب في الميه؟ لا ده شحيح الذوبان في الماء، شحيح الذوبان في الماء. قال لك كلوريد النيكل بيدوب في الميه، كبريتات النحاس بتدوب في الميه، لكن كلوريد الفضه شحيح الذوبان في الماء، اهو رمزه AgCl اهم. خلاص. وبكده نكون خلصنا يا كتاكيت، والحمد لله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع مراجعات بسيطه ان شاء الله باذن الله. انا بقول لك هلخص لك الدنيا بشكل جميل ومبسط كده. انا اديتك 15 تجربه، ما اعتقدش ابدا هيطلع لك منهم اي يعني هيخرج براهم اي تجربه. ان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده اضمن انك قفلت العملي. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.